الاهتمام، يا ترى فعلا الاهتمام ما بيطلبش ولا الاهتمام بيطلب؟ اللي بشوفه ان الاهتمام ما بيطلبش. لكن كنت بتكلم مع حد صديق ليا من قريب واداني كده وجهة نظر مختلفة عجبتني جدا. هي ايه؟ ان الاهتمام ما بيطلبش، لكن اللي بيطلب هي طرق التعبير عن الاهتمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ما ينفعش اطلب من اللي قدامي ان هو يسأل عليا، ما ينفعش اطلب من اللي قدامي ان هو يقلق عليا، انه يغير عليا، وهكذا. لكن اللي بيحصل ان لما بيكون هو اوريدي مهتم بيك او مهتم بيكي او هي مهتمية بيك، لكن الطريقة نفسها مش موصلة لك الاحساس، فانت ممكن تطلبها ساعتها. تقول لها انا مثلا بحب ان انتي تسألي عليا بمعدل مثلا اكتر شوية، عايزاك تجيب لي هدايا لان الهدايا بتحسسني بحاجة معينة، وهكذا. الفكرة في طريقة الاهتمام ممكن تطلب علشان هي اللي بتوصل الاهتمام، لكن الاهتمام نفسه يا جماعة مستحيل يطلب. الاهتمام ده شعور بيطلع من جوانا لما فعلا بنكون معجبين باللي قدامنا، بنحب اللي قدامنا، عايزين نتواجد في حياته او هو يتواجد في حياتنا، فبنهتم بيه من غير ما بنحس. ما بيكونش بايدينا ابدا ان احنا نعمل خطوات الاهتمام بيه. ان انا اكلم حد اسأل عليه، ده مش بيطلب. ان انا اقلق على حد، دي حاجة طالعة من جوايا. فبالتالي احنا لازم نفرق بين الاهتمام ما بيطلبش، لكن طرق التعبير عنه هي اللي بتطلب.